السلام عليكم ورحمة الله. في قرية بعيدة محاطة بالجبال والغابات الكثيفة، عرفت بحكاياتها الغريبة وأسرارها المظلمة. كان هناك شاب يدعى سالم. كان سالم شخصا شجاعا وطموحا، لكنه فضولي إلى حد خطير. ذات ليلة، بينما كان سالم يجلس بجانب النار يستمع إلى الظلام شيوخ القرية يتحدثون عن كنز مدفون في أطلال قصر قديم، استولى الفضول عليه. قال أحد الشيوخ: ذلك الكنز ليس عاديا، إنه محروس من قبل مخلوقات ليست من عالمنا، مخلوقات لا تحب البشر، وإن اقترب أحد من الكنز فإنه يلقى بلعنة تطارده إلى الأبد. لكن سالم لم يأخذ التحذير بجدية. كان حلمه أن يصبح غنيا، والكنز كان فرصته. قرر في اليوم التالي أن يذهب إلى القصر المهجور رغم التحذيرات. ومع غروب الشمس جهز سالم نفسه بحبل ومصباح وزاد من الطعام. وصل إلى القصر في قلب الغابة، وكانت الرياح تعوي كأنها تحذر من خطر قادم. القصر كان مهجورا منذ مئات السنين، نوافذه محطمة وأبوابه متآكلة. بمجرد أن دخل سالم شعر ببرودة غريبة تجتاح المكان. بدأ البحث في أرجاء القصر. بينما كان يسير في الممرات المظلمة سمع أصواتا هامسة كأنها تأتي من الجدران. حاول تجاهلها، لكنه شعر أن هناك من يراقبه. وفي غرفة في الطابق السفلي وجد سالم بابا خشبيا قديما مقفلا بسلسلة صدئة. استغرق الأمر ساعة لفتحه، وحينما دخل وجد صندوقا كبيرا. فتح الصندوق بعناية، وإذا به مليء بالذهب والمجوهرات النفيسة. شعر بنشوة الفرح، ولكن لم يلاحظ أن الهواء حوله أصبح ثقيلا، والظلال في الغرفة بدأت تتحرك. بينما كان سالم يجمع الذهب سمع صوتا عميقا وغاضبا يقول: من تجرأ على انتهاك أرضنا وأخذ كنزنا؟ التفت سالم ليرى مخلوقا طويل القامة بملامح مرعبة، عيناه تتوهجان بلون أحمر ناري، وجسده مغطى بالدخان أسود كثيف. حاول سالم الهرب، لكن باب الغرفة أغلق من تلقاء نفسه. وقال الجني: كل من يطمع في هذا الكنز يدفع الثمن. الآن ستعيش لعنة لن تنتهي أبدا. بدأت الأرض تهتز، سقطت أشياء من السقف. أدرك حينها سالم أنه لم يهرب الآن فلن يخرج حيا. جمع شجاعته وركض نحو الباب. الغريب أن الجني لم يمنعه، بل تبعه وهو يضحك بصوت يهز القصر. وصل سالم إلى الغابة، لكنه شعر أن هناك من يلاحقه دائما. كان يسمع همسات غريبة في أذنيه، ويرى ظلالا تتحرك حوله حتى في وضح النهار. بدأت الكوابيس تلاحقه كل ليلة، وفي كل مرة يظهر له ذلك الجني مذكرا إياه بأنه لن ينجو من اللعنة أبدا. بعد أسابيع من الرعب قرر سالم العودة إلى القصر ليعيد الكنز، على أمل أن يرضى الجني ويزيل اللعنة. لكنه عندما وصل وجد القصر قد اختفي بالكامل، ولم يتبق منه سوى أرض قاحلة. أدرك سالم أن ما أخذه لم يكن مجرد كنز،
بل كان اختبارا للإنسان وجشعه. ظل سالم يعاني من اللعنة طوال حياته، وأصبح درسا لكل من يسمع قصته في القرية. والعبرة من هنا أنك لا تطمع فيما ليس لك، فهناك أسرار في هذه العالم لا ينبغي للبشر أن يتقربوا ويقتربوا منها. نهاية هذه القصة. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.